الخير عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة تاع المايونيز ابتداء على طلب واحد الأخت معنا مغتربة. تلقى دي ديفيكولتي باش تشري المايونيز لأنه فيها لو فينيغ دالكول، يعني الخل ماشي حلال. دونك قالت لي هاجر ماذا بيا تخدميها لي في الدار وعندي كونفيونس في الوصفات تاعك. بطبيعة الحال أنا دايما نبغي نلبي لكم طلباتكم، يعني ما نبغي نغير حتى وحده. كيما شفتوا اليوم المايونيز درتها لكم بالبيض لأنه سبقت وحضرت معكم مايونيز بدون بيض بالنسبه للناس اللي عندهم اون اليرجي من البيض. بالنسبه للقوام تاعها كيما راكم تشوفوا تبارك الله ما شاء الله، مام اللون تاعها جا اكثر من رائع والله. لا لو كان ما تشوفوش بلي خدمتوها في الدار ما تبانش كاع بلي حاجه الدار، واهم حاجه فيها الخل حلال. اذا كيما العاده والعوايد ما نكثرش عليكم بزاف الهضره، بغيتكم تدوا معايا الاجر وتصلوا معايا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فرجه ممتعه طيبه وابقوا معايا للاخير. بسم الله على بركة الله. في الوصفة تاعنا تاع اليوم نحتاج 200 مليلتر من الزيت النباتي، من المستحسن يكون ذو نوعية جيدة. يا لو كان تشري 1 لتر تكون يعني علامة مليحة باش هكذاك تخدمي بها الفينيغرات والمايونيز باش تجيك بنينة وما تجيش فيها الريحة. نحتاجو بيضة وصفار بيضة اللي يكونوا بدرجة الحرارة تاع المطبخ. هادو هما يعني الاسرار تاع نجاح المايونيز، ماشي غير البيض، مام لا موطارد والليم لازم كاع يكونوا بدرجة الحرارة تاع المطبخ. ملعقتين كبار تاع الليمون ولا هذوك القرع الصغار تاع عصير الليمون، ملعقتين كبار تاع الخل يكون تاع الليمون ولا تاع التفاح ما يهمش. عندي ربع ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه صغيره تكون بيان معمره يعني بومبي تاع لا موطارد. علاش درت ربع ملعقه صغيره تاع الملح؟ لانه ديجا لا موطارد ولا الخردل يجي مالح. هذه هي نوعيه تاع الزيت اللي استعملتها انا اليوم، ماشي من عادتي ندير لا بوبليسيتي، مي فقط باش نبين لكم باللي كي تخدموا بالزيت اللي يكون مليح وخفيف وما فيهش الريحه، هذا سر من أسرار نجاح المايونيز. بالنسبة للخل هذا هو اللي استعملته أنا اليوم. استعملت تاع الليمون، نتوما تقدروا تستعملوا خل التفاح تاني تجيكم بزاف بنينة وتنقص لكم من الريحة تاع البيض والزيت. كما شفتوا هنا راني غطيت على البيض تاعي حوالي يعني ساعة كاملة، هي ولا موطارد عصير تاع الليمون كاع خليتهم ساعة من قبل باش يكونوا كاع لا طومبيراتور تاعهم كيف كيف. هذا هو لو بغا ميكسور اللي راني رايحه نطلع به المايونيز، باسكو على بالي باللي نورمالمون في كل البيوت يكون عندكم. باغ كونطخ لو بلندر ماشي كاع الاخوات يكون عندهم. راني رايحه ندير هنايا البيض، زدت عليه الخل، الليمون، الملح درت غير شويه كيما راكم تشوفوا ما كثرتش، ولا موطارد لانه المسوسي دواء والملح ما عندك ما ديري له. درت هنا غير شويه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا حوالي 5 ملاعق اكل كبار. بقيت نخلط فيهم كيما راكم تشاهدوا. يعني خلطهم ان بون مومون واحد 30 سكوند، ومن بعد بقيت نضيف الزيت تاعي، يعني هذاك لو فيلي يكون رقيق رقيق غير بالعقل. هذه هي يعني خدمه تاع المايونيز، باش تنجحي فيها الزيت ضيفي غير بالعقل ما تقلقيش عليه. دو توت فاصون هاد الوصفه كاع كيما راكم تشوفوا فيها قدامكم راهي رايحه تشد لكم دقيقتين حتى 3 دقائق، ماشي حاجه كبيره. دونك تبعي معايا لي زاستيوس اللي مديتهم لك. لازم كاع المقادير تاعك توجديهم بيان افون واحد السويعه من قبل، خليهم على طاوله العمل هكذاك يشدوا لك كاع لا طومبيراتور وحده. والزيت بقاي تضيفي فيه هكذاك غير بالعقل، هذاك الخيط يكون رقيق باش هذاك المايونيز تطلع لك بيان ويضاعف لك الحجم تاعها وتجيك بنينه. بالنسبه يعني الريحه يعني تاع لا مايونيز باش ما تكونش فيها الريحه، الا قدرتوا يعني تخدموا بالخل تاع التفاح من المستحسن، سورتو يعني اللي ما يقدروش يتحصلوا على الانواع من الزيت اللي يكون ذو نوعيه جيده. ننصحكم انكم تبدلوا يعني الزيت اللي جاكم بزاف غالي. على بالي بلي راهي كاينه كريز تاع الزيت، باش ما تقوليش هاجر راكي اوت، راني معاكم ويحسن عونكم وربي يقدركم. يعني كل واحد عوضوه بخل التفاح. كيما شفتوا هنايا بقيت نخلط فيها مليح مليح حتى وين ولات لي ايباس وطلع لي الحجم تاعها. راني راح نوري لكم كيفاش يجي القوام تاعها. شوفوا يجي فريمون ثقيل. هنا مازال كاع ما درتهاش في الفريجيدير ومازال ما بردتش، راهي فريمون ثقيله واللون تاعها تبارك الله ما شاء الله. كاين بزاف لي المايونيز تاعهم يديروا فيها الفلفل الاسود، كاين يدير فيها المعدنوس، الثوم. انا سانسيرمون نبغي نخليها كيما راهي باش هكذاك تكون متعدده الاستعمالات وكاع الناس تاكلها، باسكو ماشي كاع الناس تبغي المعدنوس وتبغي الفلفل الاسود وتبغي الثوم. فوالا كانت هذه الوصفه تاعي اليوم اخواني اخواتي، نتمنى تكون نالت اعجابكم. بالنسبه للاخت المغتربه اللي قالت لي على هذه الوصفه، نقول لك يعطيك الصحه وبارك الله فيك باش هكذاك ننفعوا الاخوات المغتربات وحتى اللي راهم يعني في بلادنا. يفو فير تري اتونسيون على المنتجات تاع لامبورطاسيون لانه ماشي كاع حلال.
نتمنى الوصفه تاعي تاع اليوم اخواني اخواتي تكون يعني في المستوى، ما تبخلوش عليا بالجيم بالبارطاج باش تعم الفائده. نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتلاقوا في فيديو جديد مع وصفه ولا تدبيره جديده. سلام.